تعرفوا ان احنا ممكن نعمل الجبنه الكريمي في البيت بطريقه سهله واقتصاديه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طبعا هتنفعنا جدا في اللانش بوكس وللمدارس. المدارس خلاص على ابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. فنعملها بطريقه اقتصاديه وسهله جدا جدا، اي حد في البيت يقدر يعملها بدون اي تكلفه خالص. تمام. احنا جبنا هنا نص كيلو من الجبنه القريش، وحطينا عليها ربع كوبايه من الزيت، وحطينا كمان نص كوبايه من الحليب. تمام كده. وهنضيف لها كمان ربع معلقه او نص معلقه من الملح لو الجبنه بتاعتك يعني ملحها قليل او ما فيهاش ملح. تمام. خلاص كده هتضيف لها الملح هنا هتضيفيه على حسب ما انت محتاجاه، او على حسب ما انت عايزه طعم الجبنه بتاعتك مالحه او عدم. تمام. خلاص كده هنبدا نضرب كده بالهاند بلندر او بالمضرب الكهربائي او في الخلاط او في الكبه، اي حاجه موجوده عندك في البيت هتبداي تضربي بيها عادي جدا. تمام. احنا نفضل نضرب كده لحد القوام يتقلب معانا للقوام الكريمي، ويبقى قوام كريمي وناعم وكمان حلو جدا. طبعا الجبنه القريش يعني سهله في البيت انك انت تعملي منها كذا حاجه. اول حاجه هنعملها ان شاء الله مع بعض، هعمل لكم حاجات كتير منها ان شاء الله، الوصفات كتير للمدارس. اول حاجه عملناها اللي هي الجبنه الكريمي. تمام. طبعا الجبنه غاليه بره الكريمي، فالاولاد بيعشقوها، والجبنه القريش ما حدش بيحبها في اطفالنا، فاحنا هنقلبها لهم لجبنه كريمي صحيه وسهله وبسيطه واقتصاديه في نفس الوقت، وكمان هيقدروا ياكلوها في البيت بدون اي تكلفه خالص، ومش هيعرفوا انك انت عاملاها في البيت اصلا، ومش هتكلفنا اي حاجه خالص. تمام كده. خلاص بدأنا نضرب حلو جدا لحد ما وصلنا للقوام المظبوط اللي حضراتكم شايفينه ده، قوام كريمي وحلو جدا. بصوا ما شاء الله قوام ناعم جدا جدا. خلاص تمام كده. هتفضلي تضربي حلو جدا لحد القوام ما يبقى قوام كريمي معاكي، وتوصلي للقوام المظبوط اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. تمام كده. خلاص وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه واللي احنا عايزينه. طبعا قوام كريمي وناعم وحلو جدا جدا. بصوا ما شاء الله، يعني احنا حطينا جبنه قريش كانها مش جبنه قريش خالص، يعني الاولاد لو يشوفوها كده هيقولوا ماما انت عاملاها ازاي، او انت جايباها منين. احنا احلى من بره بكتير بكتير بكتير، وكمان مش مكلفه تماما. خلاص احنا عملنا الكميه دي هنقسمها لنصين. تمام. هقول لكم دلوقتي هنضيف على النص الاول ايه والنص الثاني ايه. حابه تخليها ساده براحتك، يعني المتاح عندك والموجود عندك ابدأي كده، يعني ابدعي كده في الاكل، واعملي حاجات كده حلوه للاولاد لللانش بوكس علشان ياخدوها كده في المدرسه وياكلوها بالف هنا. تمام كده. خلاص هقسم كده الخليط بتاعي كده زي ما حضراتكم شايفين اهو بالشكل ده. هنبدأ كده نجيب على اول كمية معانا احنا قسمناها. بصوا القوام ما شاء الله تحفة جميل جدا جدا. بصوا القوام حلو جدا جدا يا جماعة، لازم تجربوه بجد، سهل وسريع وكمان ما بياخدش وقت خالص، واقتصادي جدا جدا، احسن من المبالغ اللي احنا بنسمعها على الجبنة الكريمي اللي بره. تمام. خلاص انا بحب اعمل كل حاجه اقتصاديه وسهله وبسيطه علشان اي ست بيت زي في البيت تقدر تعمله بدون اي تكلفه خالص. ضفنا هنا على اول كميه احنا قسمناها، ضفنا معلقتين كبار من حبه البركه. تمام. هنا حابه تضيفي حبه البركه براحتك، مش حابه خلاص انا بحب حبه البركه كتير فيها شويه، فهزود كميه حبه البركه في الجبنه بتاعتي. ممكن هنا نضيفي معلقه كبيره من زيت الزيتون كده عليها، هتبقى جميله جدا جدا وطعمها رائع. بس انا ما بحبش ان انا اضيف اي دهون تاني او اي زيوت تاني، لاني انا حاطه زيت في الجبنه بتاعتنا. تمام. خلاص انا كده حطيت على اول كميه معايا حطيت حبه البركه. تاني نص معايا او تاني كميه معايا انا هحط عليها جبنه رومي او جبنه تركي مقطعها مكعبات صغيره، وكمان جبنه لانشون، يعني حطينا جبنه تركي وحطينا عليها لانشون مكعبات صغنطت كده قطعناه، بدأنا نضيف على الجبنه بتاعتنا. تمام. علشان تحشي كده سندوتشات، تبقى كل حاجه كده موجوده في السندوتش بتاعك، وكمان تبقى الحاجه حلوه جدا جدا.
تمام. اي حد هيقدر يعمله في البيت بدون اي تكلفه خالص. خلاص تمام كده. حابه تخليه ساده براحتك، يعني انا حبيت كده ان انا انوع شويه، لان انا عملته قبل كده في القناه معاكم كان ساده بدون اي حاجه خالص، بدون اي اضافات. فانا حبيت المره دي ان انا اضيف كده شويه حاجات كده وافتكاسات علشان الاولاد يحبوها اكتر. تمام. هنا زودت حبه البركه برده زي ما قلت لكم، حبه البركه جميله ومفيده جدا. حبيت ان انا ازود شويه في الجبنه الكريمي، ضفت لها كده حبه. تمام. حبه حلوين يعني. خلاص كده بدأنا كده نجيب عيش فينو او عيش توست، بدأنا كده نحشي السندوتش بتاعنا. انا بس هوريكم القوام قد ايه ان هو بيتفرد معايا بكل سهوله. وكمان يعني لو حبيتي انك انت تحشي في عيش فينو مش شرط ان هو يكون توست، براحتك. اي حاجه موجوده عندك، ان شاء الله عيش بلدي عادي جدا هتتفرد معاكي بكل سهوله. بص ما شاء الله جميله ازاي، وبتتفرد معايا بكل سهوله، وحاجه فخمه وحاجه جميله، احلى من بره واحلى من السوبر ماركت. ان شاء الله مش هتشتريها تاني من بره ابدا. تمام. خلاص كده. هنا هنحشي كمان من الجبنه بتاعتنا اللي احنا حاطين عليها حبه البركه. تمام. حابه زي ما قلت لك تخليها ساده برضو براحتك، اللي يريحك واللي حابه انك انت تعمليه واللي بيحبوه اطفالك او اولادك اعمليه. تمام. خلاص كده. بصوا ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهوله وكريميه وجميله جدا جدا. لازم تجربوها يا جماعه، بجد حلوه جدا جدا. يا ريت لو اول مره بتشوفيني بتشوفي وصفاتي وعجبتك يا ريت تشتركي في القناه، ولو عجبك وصفه النهارده، عجبتك وصفه النهارده، يا ريت تحطي لايك وتكتبي لي كومنت برايك في وصفتنا النهارده. بصوا ما شاء الله القوام قد ايه ان هو جميل، وقد ايه ان هو حلو وسهل وسريع وبسيط. يعني بصوا لو انتوا حابين انكم تعملوها الصبح كده وانتوا الاولاد بيلبسوا كده، هتعملوها في اقل من 10 دقايق هتكونوا عملتوا احلى جبنه كريمي في البيت بدون اي تكلفه، بدون اي مواد حافظه، وسهله وسريعه واقتصاديه وجميله جدا جدا جدا. بصوا ما شاء الله قد ايه ان هي جميله وبتتفرد بكل سهوله. يعني بصوا من قطعة جبنة قريش عملنا كمية حلوة جدا من الجبنة الكريمي، وكمان عملناها بطعمين مختلفين. ممكن تضيفي عليها فلفل أخضر متقطع سواء حامي أو بارد، أو فلفل ألوان. ممكن تقطعي عليها زيتون مخلي، وممكن تقطعي عليها اللهم صل على سيدنا محمد، تضيفي عليها شطه او طعم الجبنه اللي هو اللي احنا بنشتريه من عند العطار، بيبقى طعم الجبنه كده بتحطيه للشيبسي كده والحاجات دي، بيبقى حلو جدا برده. ممكن بابريكا، ممكن زيت زيتون، يعني حاجات كتيره ممكن تبدعي فيها وتعمليها، هتبقى حلوه جدا جدا مع الجبنه الكريمي بتاعتنا. وكمان الاولاد هيعشقوها وهيحبوها، وهتحشيها دايما لاولادك وهيطلبوها منك، مش هتشتريها من بره تاني، هتعمليها اقتصاديه وسهله وسريعه وبسيطه. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكون الوصفه عجبتكم. وكمان لو حابينها بدون اي اضافات وبدون اي حاجه خالص وتعملوها ساده، انا عاملاها كمان في القناه عندكم. ممكن تاخدوا كده جوله في القناه وتشوفوا الفيديو اللي انا عملته قبل كده، هيعجبكم برده جدا جدا. لو حابه تقطعي جنبها خيار، جنبها شويه خضار كده، ممكن تقطعي براحتك وتضيفي كمان زيتون براحتك. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. انتظروني، واقول لكم في رعايه الله، مع السلامه، باي باي.